فيكم بحلقة جديدة من بودكاست فرصة نحكي من إعداد طلاب ثانوية البيان. Today we have the honor to meet Dr. رائد محسن, Doctor of Philosophy in Educational Administration. أهلا وسهلا فيك دكتور رائد. أهلا وسهلا فيكم, ميرسي للاستضافة. دكتور رائد, عملنا سيرش صغير عنك وعرفنا أنه معك ماستر بالفيزيكس وماستر بالإديوكيشن, وما شاء الله بروفيسور وباحث بجامعة الجنان. أكيد هيدا الشيء ما كان سهل أبداً, ومسيرتك ما شاء الله حافلة بالإنجازات يلي بتحفز الشباب. ممكن بليز تحكي لنا عن التشالنجز يلي واجهتها بهيدا الاختصاص؟ شكراً على هالسؤال. الحقيقة أنا بس للتوضيح اللي ذكرتيه, معي ماسترز بالفيزيكس, معي ماسترز بالإدوكيشنال بلانينج, ومعي PhD بالإدوكيشنال أدمنستريشن, يعني كمان معي دكتوراه مع 2 ماستر. هيدا بالنسبة شو عندي الإجازات أو الشهادات بالنسبة لي. الحقيقة الصعوبات متعددة. يعني منبلش نحنا منقول إنه لما الواحد بده يفوت بمجال التعليم في مسؤولية كبيرة. لما أنا بلشت بالتعليم بمادة الفيزيكس فيها شغل كتير, فيها تفكير كتير عند المعلم وعند المتعلم. الأيام مرت, كل سنة الواحد بيكتسب خبرات زيادة بحياته. بعدين أنا اكتشفت أنه خلال الوقت اللي أنا بعلم فيه دايماً في حس إنساني وحس اجتماعي بوجهه لطلابي, يعني بمواضيع حياتية, السوشيال ميديا, الإيجابيات, السلبيات, مفاهيم عند الإنسان, مفاهيم ديمقراطية, الحرية, التعبير عن الرأي, مفاهيم اجتماعية, دينية, وطنية. فطلابي يحبوني كتير ويقولوا لي دكتور كملنا الساعة عم تحكينا هيك, أو عم تحكينا بالتربية, مادة التربية الوطنية, أو ليش ما بتعطينا مادة التربية المدنية وهيك. فما بنشوفك بس أستاذ فيزيكس. مع الأيام حسيت أنه بعد في عندي شيء لازم أعطيه أكتر, وعملت الماستر بالإدوكيشنال أدمنستريشن, الماستر بالإدوكيشنال بلانينج أند أدمنستريشن, يعني ماجستير بالإدارة والتخطيط التربوي. أعطيتني دفع أكتر تأفهم الإدارة, مش بس حتى أنا أكون شو يعني دور المعلم بالمدرسة. وهيك صرت أفهم الإدارة أكتر, شو بدها من المعلم, شو بدها من الأهالي, شو بدها من المتعلم, كيف الإدارة بتحب المدرسة تكون. لما صرت بهالمرحلة هيدي قلت لا, أنا لازم تابع. الصعوبات تكريس الوقت, الصعوبات الأمور المادية بتلعب دور. رجعنا كملنا PhD لنزيد خبراتنا بتخصص الإدارة التربوية. كمان صادفتنا الصعوبات بالمواصلات, لأنه ما كل الشهادات أو الدرجات ممكن تاخديها ضمن المحافظة أو المدينة اللي أنت بتنتمي لها. كمان عامل المسافات والعمل, يعني أنت عندك عمل كمعلمة أو مدرسة, وعندك بنفس الوقت طالبة أنت عم تدرسي ماستر أو PhD. هيدا بيزيد المسؤولية عليك والتعب. اكتشفت أنا أنه الإنسان ما بيقدر يحقق طموحاته بدون تضحيات. عن جد فيها تضحية. إذا ما حس بهيدي المسؤولية ما في يقدر يكمل فيها. Thank you. إرادة وتضحية. يعني ممكن ما تنامي يوم 3 ساعات, ممكن يوم تاكلي مرة, ممكن يوم ما تشوفي أحبابك وعائلتك, ممكن تكون وحدة متزوجة وما تقدر تشوف ولادها لأنه رجعت من بيروت عم تعمل دكتوراه وما قدرت تشوف ولادها, ناموا الساعة 7 وهي بعدها بالجامعة. ونحن بنعرف أنه أنا كنت بكندا وبسان جوزيف ببيروت, بطلع من الجامعة 8:30 و9:30 بالليل, يعني بضل بحرم الجامعة ل9:30. لما كنت بكندا هيك. والحلو أنه سان جوزيف فتحت لنا كانت هذا المجال المكتبي والريسيرش, فهيدي لتوصلي بعدين على مدينتك وكلها مواصلات وتعب وهدر الوقت. بس يعني الإنسان مثل ما قلت بالنهاية بيعطي وبيضحي يوصل.
والنتيجة بتكون مرضية، ما هيك؟ بإذن الله دائما، لأنه الواحد يصفي النوايا. ليك في شغلة حلوة أنا بضل بقولها لزملائي قبل لطلابي. يعني هلأ أنا طبعا من 5 سنين خلصت الدكتوراه وانتقلت من التعليم المدرسي للتعليم الجامعي، وأنا هلأ بمشروع ترقية بالجامعة إن شاء الله لدرجة قريبة على درجة بروفيسور. ما شاء الله. اللي بدي أقوله إنه مش كل شيء مادي بالحياة. يعني أحيانا الإنسان بيحقق شغلات ليعطي على المستوى الإنساني الاجتماعي، ما كله بده مقابل مادي، والمادة بتروح. المادة ما لها قيمة مقابل القيمة المعنوية للإنسان وشو عم يعطي بمجتمعه وبمحيطه. والإنسان نحن الحمد لله مؤمنين وبنعرف إنه دور الإنسان هو رسالة، وما في شيء بيبقى إلا عمله الخالد وتربيته الصالحة. فهيدي كانت أنا دايما متمسك بهالأفكار هيدي، بعتبرها أنه أشياء أساسية بحياتي بالتعامل مع الآخرين. بما أنه عم نحكي عن صعوبة هذا الاختصاص، أكيد الوقت بيلعب دور. كل ما كان الوقت أطول الموضوع بيكون متعب أكتر. هذا الاختصاص كم سنة دراسة بده؟ فعليا بتشوفي أنه بيبلش الإنسان بدراسته الجامعية 3 سنين بالمبدأ، 3 سنين لحملة الإجازة الليسانس باتشلر، بعدين 2 لياخد ماسترز بروجرام أو ماسترز ديجري، وبعد 2 في عنده at least 3 سنين تيرجع يعمل PhD دكتوراه. يعني إذا الإنسان عنده قدرة خارقة وتأمل له كل الأمور والدعم المعنوي والمادي بعد البكالوريا، بده بالمينيموم 8 أو 9 سنين بالمينيموم تيقدر يخلص دكتوراه. لما أنا كنت عم بعمل الدكتوراه تحديداً كنت أوصل الليل بالنهار. أنا بصراحة تخرجت بالدكتوراه قبل زملائي اللي بلشت معهم أول سنة دكتوراه، لأنه كنت أوصل الليل بالنهار. فعقد ما بتعطي عقد ما بتلاقي النتيجة مثل ما قلتي مرضية وباكرة، يعني إذا صح التعبير. بس اتليست عندك 9 سنين للواحد يوصل لمرحلة الدكتوراه. دكتور، بما أنه خلصنا حكي عن الصعوبات، فأكيد بعد الصعب في سهل وفيك مثل ما قلنا نتيجة مرضية. شو هن السكيلز يلي بيكتسبوها الطلاب بهيدا الاختصاص، وشو ممكن يكتسب الطالب من هيدا الاختصاص سواء على الصعيد الفردي سواء على الصعيد المهني العملي إلى آخره؟ ثانك يو على السؤال، كتير مهم وكتير حلو. مهم وحلو الحقيقة. يعني نحن عم نحكي كماستر وبي اتش دي، التخصص هو إدارة تربوية. فعليا الإنسان بياخد تخصص يعني بيلاقي طموحاته، إنه your dream come true، إنه حققتي الشيء اللي أنت على المستوى الذاتي والفردي. لأنه أنا عم جاوب على هالجزء من السؤال. حقق الإنسان شيء بيحبه، هيدي نتيجة جدا حلوة بالحياة، إن شاء الله بتوصلوا لها. وأنتوا هلأ بهالمرحلة يعني ماشيين بهالطريق. على المستوى المهني أنا بشوف إنه لازم يكون نحن عنا، يعني أنا شوي بعتبر حالي بعدني ضمن جيل الشباب والاتكال عليكم أكتر، بس نحن اللي بفكر فيه على المستوى المهني التغيير، مرحلة التغيير، حتى نعمل بريكنج للأمور التقليدية بحياتنا وبمهنتنا. بمعنى نحن كنا نشوف إنه المدارس الأستاذ لما بيصير قديم بمعنى زادت خبراته 20-30 سنة، كانوا يقولوا إنه هالأستاذ هو الأفضل يصير مدير بعد ما طلع المدير تقاعد أو بده يرتاح. لا، نحن عم نقول اليوم الجامعات صار في عندها تخصص لحتى تكون مدير مدرسة، في تخصص اسمه إدارة تربوية. يعني أنت بتكون دارس تربية أو أي إجازة تعليمية، ممكن يكون معك ليسانس أدب إنجليزي، ممكن يكون معك ليسانس بالحقوق، ممكن يكون معك ليسانس بالكمبيوتر، وتعملي ترانسفير وتكملي ماستر بالإدوكيشنال أدمنستريشن. بغض النظر شو الميجر تبعك، ممكن تكوني بيولوجي تيتشر يعني، وتاخدي ماستر بالإدوكيشن تخصص إدارة تربوية. أنا اليوم كمدير مدرسة أو أونر
صار الأفضلية لك أنك تكوني أنت بمواقع متقدمة بالعمل الإداري بالمدرسة اللي أنت بتنتمي لها كمدرسة بيولوجي، إنجليش، فرنش، whatever. لما أنا هالإنسان السي في اللي عنده داعمة سيبور بتخصص ماستر بالإدوكيشن وتحديدا بالإدارة التربوية، صار بيفهم أنه شو بده يعمل بالإدارة التربوية بهالمدرسة. لأنه القصة منها قصة أستاذ قديم يستلم إدارة. مع احترامنا للكل، نحن عم نحكي بطريقة علمية. موضوع بقى مش بالزمن عنا، Thank صار you. الموضوع بالخبرة بروفيشنال، يعني عم بالمعلومات. نحكي شيء بروفيشنال. لأنه أنا أول ما بفوتوا لعندي الطلاب على يدرسوا معي مواد اللي مرتبطة بالإدوكيشن أدمنستريشن، بقول لهم لازم أنتم بعد ما تتخرجوا توصلوا لمرحلة تزوروا مدرسة وتقعدوا فيها من الساعة لليوم وعملوا لي تقرير عن هالمدرسة، الإمكانيات المادية، الطاقات البشرية، المرافق العامة، الخدمات، السلامة الصحية، السلامة النفسية، السلامة الجسدية، التجهيزات، المناهج، طرائق التدريس، طبيعة الأساتذة، المرافق، المسارح، الأندية، الغرف الصفية، الإنارة، الحرارة، الرطوبة، الملاعب، المسرح، المكتبة. فإدارة تربوية يعني كل شيء بيحتاجه المعلم والمتعلم وكل أفراد مجتمع المدرسة أنا بقدر أعمل لهم إياها بشيء اسمه تخطيط تربوي. دكتور، حضرتك حصلت على ماستر بالإديوكيشن وغيرها، بس can we do هالاختصاص without a master؟ هو أنت لتعملي دكتوراه لازم يكون معك ماستر. يعني أنا عملت دكتوراه لأنه already معي ماستر. فالماستر لتخرجي ماستر أكيد في ثيسس بدك تعمليها، أكيد في ثيسس بدك تعمليها. PhD stands for Doctor of Philosophy and it's considered the highest postgraduate achievement can someone earn. بيوضح لنا هالشي قديش هالاختصاص فيه شغل وفيه تعب. ممكن تخبرنا شوية تفاصيل عن هيدا الاختصاص بليز؟ بالنسبة للتعليم الجامعي إذا بدنا نقول التعليم الجامعي ما في صعوبات بمعنى الصعوبات، في خلينا نقول مسؤوليات. المسؤولية أنه أنا اليوم لما بيكون عندي مثلا محاضرة، المحاضرة بلتزم بوقتها، الطريقة اللي بعلم فيها متنوعة، يعني مش بس أسلوب المحاضرة التقليدي. ممكن يكون في مشاركة من الطلبة، مشاركة أبحاث، مشاركة homework، presentation، مناقشة، حوار، حتى مواضيع المرتبطة بالإيفاليواسيون، المجالات المرتبطة بالتقويم كمان بتكون متعددة. لحتى مش إنه الواحد بالجامعة بيدرس مادة وبيقول إنه خلص رح يقدم امتحان مرة واحدة، لا، نحن بنعمل له التقييم على الحضور، على البرزنتيشن، على البارسيبيشن، على الاتندنس، بنعطيه علامات عليهم بالجامعة، بنعطيه علامات على البروجكت، بنعطيه علامات على الهومورك، بنعطيه علامات على الامتحانات البارسيال، بنعطيه علامات على الفينال. فبيصير عندك بليزيور دومين، كل هالدومينات هيدي بنعمله تقييم عليها لحتى فعلا يكون هو مرتاح بالتقييم ويجيب أحسن نتائج إن شاء الله. دكتور، عنا سؤال. كطالب الساعة عم يدرس بالمرحلة الدراسية بالمدرسة، يعني طالب ثانوي، شو المواد يلي لازم يركز عليها أكتر الشيء لحتى يقدر يكمل ويتميز بهيدا الاختصاص؟ لأنه مش كل المواد ممكن تساعده لهونيك. مثلا في مواد ممكن ما يستفاد منها لبعدين، وفي مواد هي أساساً السبورت الأساسي لحتى يقدر يتميز بهيدا الشيء. شو المواد يلي ممكن تساعد لحتى يركزوا عليها؟ نحن بنعرف إنه لما بناخد اختصاص بالإدوكيشن إن جنرال بالجامعة، إن كان طبعاً عم نحكي بالإجازة بالباتشلر، الطالب فعلياً بده يكون تركيزه على المواد اللي مرتبطة بالعلوم الإنسانية، المواد اللي مرتبطة باللغات، المواد اللي مرتبطة بالسوشيال ستاديز،
مواد مرتبطة بالفيلوزوفي، بالسوشيال ستاديز، ومثل ما قلت باللانجويجز، لأنه كل هودي بيهيئوا تا يقدر يبرع ويعطي أكتر بدراسته الجامعية ويشتغل بالإديوكيشن بمعنى تخصصي، بمعنى هادف. لأنه بدنا ما ننسى أنه ما فينا نفصل العملية التربوية عن العامل النفسي. ممكن حتى بمواد الإديوكيشن تلاقي مواد مرتبطة بالسايكولوجي، لأنه الطفل تربيته ترتكز على سيكولوجية الطفل، العامل النفسي بيلعب دور. فالطالب بالمدرسة especially عم بحكي الصفوف السكندير تركيزهم على المواد العلوم الإنسانية واللغات، لأنه والفيلوزوفي بتفتح لهم آفاق ليقدروا يستوعبوا أكتر من غيرهم تخصص الإديوكيشن بالتخصصات الضيقة اللي فيه ودقيقة اللي هي فيه بالجامعة. ميرسي دكتور. في كتير طلاب يعتقدوا انه ليقدروا يكونوا بهالاختصاص لازم يكونوا اساتذة ومعلمات. هيدا التخصص في مجالات إدارية أو مجالات أخرى غير التعليم؟ كمان ميرسي على هالتحضير الأسئلة اللي يعني بيصيب مباشرة وبيعمل إضاءة عن هالتخصص. فعليا اليوم إجازة education أكيد بتفتح المبدأ فرص للتعليم، وبتفتح مجال الفرص للإنسان أو عفوا للخريج يشتغل بجمعيات اجتماعية، جمعيات خيرية ثقافية، NGO، مؤسسات مرتبطة مع الأمم المتحدة، مؤسسات حكومية، إلى جانب كمان ممكن يكون واحد ما بيحب يعلم بالمدرسة، بس ممكن تلاقي صبية بتحب من هالشهادة هيدي الإجازة بالتربية تاخد تخصص الكيندر جاردن، بتحب تعلم صفوف الروضات. وفعلا صفوف الروضات يعني بتلاقي الأنثى قادرة تعطي بالكيندر جاردن، ومنشوف نحن ما منلاقي يعني سبحان الله ذكور حسب الأمومة فعلا. يعني سبحانه، لأنه ربنا يعني الأشياء البيولوجية والنفسية عندها مهارات وقدرات الأنثى أكثر من الذكور. فهالإجازة طبعا أنت بصوف الروضات عم بتعلمي، بس أنت قبل ما تعلمي عم تربي. فيلي ما بيحب التدريس بالصفوف وعم يتعامل مع 30 شاب وصبية، بس أكيد صفوف الروضات الشغل معهم كتير حلو، والطفولة تبنيها للطفولة شغلة كتير كتير مهمة، لأنه الصحة بتجي أولا والتربية بعدين بيجي التعليم. إلى جانب هلأ بعد ما حكينا عن الإجازة، في عنا الموضوع الماستر. الموضوع الماستر أكيد بينفتح له آفاق يكون educational consultant، لأنه أنا اليوم درجة الماستر بتخليني يكون باحث، أنا بعمل أبحاث، ممكن يكون استشاري تربوي، ممكن يكون مدير مدرسة، ممكن يكون إداري، ممكن يكون عم اشتغل مع المركز التربوي للبحوث والإنماء اللي تابع لوزارة التربية بلبنان. طبعا هالشهادة بتفتح لي آفاق الماستر إنه كمان يكون إداري ومدير بمدارس انترناشنال برات لبنان. ب 2021 طلع ريسيرش إنه صنفت لبنان بالمرتبة السابعة عالمياً بالتميز بتعليمها، وصنفت بالمرتبة الثالثة عالمياً بتميزها بمواد العلوم والرياضيات. برأيك لبنان قادر بكل ظروفه يلي حالياً عم يعيشها ويلي عاشها بالسنوات يلي فاتت، بيقدر يضل هيدا الاختصاص لامع عنا بلبنان، ولا بلش يتراجع بسبب ظروفه؟ بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي مر فيها لبنان مميز بالمنطقة العربية بالتعليم، بالثقافة، وبانفتاح شعبه. المدارس خاصة بالقطاع الخاص بتتابع بناء شخصية وتكوين شخصية المتعلم أكتر. هيدا لأنه المدارس الرسمية مرت بظروف شوي صعبة على المستوى المادي، يعني مش إنه أكتر من هيك. فدايما عنا
نواتج تعليمية لامعة. في عنا طلاب دائما متميزين، عنا طالبات دائما متميزات. فشو ما صار ظروف صعبة بلبنان، هذا ما بيأثر على الإرادة عند شعبه وعلى المدارس اللي موجودة فيه، اللي عم تعطي أقصى حد ومسخرة كل الإمكانيات المادية والبشرية والخبرات لحتى تعطي طلاب فعلا لامعين نابغين على مستوى العالم. ميرسي. أكيد كل اختصاص لينقبل فيه الطالب لازم يكون عنده كفاءة وقدرة لحتى أنه يمارس هيدا الاختصاص، وخصوصا هيدا الاختصاص بده كتير مسؤولية كبيرة. بريسيرش بيّن كمان أنه حوالي 10% فقط من الطلاب يلي بينقبلوا بهيدا الاختصاص. شو نصيحتك للطلاب لحتى يقدروا يكونوا من هدول 10% من اللي بينقبلوا ولحتى يقدروا يتميزوا بهذا الاختصاص؟ بس شو هو الاختصاص تحديدا؟ بس education. برجع بقول الإنسان الاختصاص اللي بده ياخده بده يكون هو بيحب هالشيء، بده يكون هو ما بيقدر الإنسان يبرع بتخصص إلا إذا فعلا هو بيحبه من صغره أو من خلال دراسته بالمدرسة. هو بيحب يشتغل هالشيء بحياته، هالمسار المهني، وبالتالي هون بيكون خياره بتخصصه الجامعي. قصة 10% أنه الإنسان فعلا بده يفكر بالقراءة، بده يتعود على يبحث عن المعلومة، بده ينمي مهاراته، وبده يكون عنده المام بأكثر من لغة أجنبية. هالشي كله بيخلي عنده يكون في سكيلز أكثر يبرع أكثر ويكون بالقيادة وما بس يعتمد على المدرسة. exactly. طيب، شكرا كتير دكتور رائد على أجوبتك ولوجودك معنا. أنا بحييكم، بتشكر ثانوية البيان بطرابلس، بتشكركم، بتشكر حضرتك وحضرة الآنسة الموجودة معنا على هاللقاء المميز، وإن شاء الله نرجع نلتقى لاحقا، ويعطيكم ألف عافية. شكرا.